مرحبا بكم في حصاد آسيا للأندية الإماراتية. احتكم الوصل الإماراتي والريان القطري للتعادل الإيجابي بهدف لمثله في المواجهة التي جمعت الفريقين على أرضية استاد زعبيل بنادي الوصل ضمن منافسات مرحلة الدوري من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة. وبهذه النتيجة رفع الوصل رصيده إلى 11 نقطة في المركز الرابع، فيما يملك الريان القطري في جعبته 5 نقاط حل بها في المركز السابع. لم يتمكن حامل اللقب العين الإماراتي من تحقيق فوزه الأول في دوري أبطال آسيا للنخبة، وتعادل مع فريق بختكور الأوزبكي بنتيجة هدف لمثله، ليبقى العين في المركز قبل الأخير. دوري أبطال آسيا 2. عزز الشارقة الإماراتي صدارته للمجموعة الثالثة بدوري أبطال آسيا 2 بفوزه المثير على مضيفه الوحدة الأردني بنتيجة 3 أهداف لهدف، وذلك في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا 2. ورفع الشارقة رصيده إلى 13 نقطة في الصدارة، بينما بقي الوحدة الأردني وصيفا ب11 نقطة. حقق شباب الأهلي الإماراتي فوزا مثيرا على ضيفه ناساف الأوزبكي ب3 أهداف لهدفين ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دوري أبطال آسيا 2. وبهذه النتيجة عزز شباب الأهلي صدارته للمجموعة ب13 نقطة، فيما حل ناساف الأوزبكي في المركز الأخير ب4 نقاط. دوري أبطال الخليج. فاز النصر الإماراتي على دهوك العراقي بهدفين لهدف في المباراة التي أقيمت على استاد المكتوم بدبي ضمن الجولة الرابعة من دوري أبطال الخليج للأندية. وبهذه النتيجة تصدر النصر المجموعة الأولى للبطولة برصيد 10 نقاط، فيما توقف رصيد دهوك العراقي عند النقطة الخامسة في المركز الثاني. لا تنسوا الضغط على زر المتابعة والتفاعل مع محتوانا بإبداء آرائكم في التعليقات.